السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحد بعت لي إنه مهندس ومتجوز واحدة وقالت له هتوظف، قال لها لا مش لا، قالت له لا، انت اهم حاجة عندك ان اكون بيتي كويس وما اقصرش معاك ولا مع بيتي، ولما ربنا يكرمنا بعيال ما اقصرش فيها. الله خلاص مش، قالت له ولا قصرت ها. الله خلاص مش. فبتقول قعدنا متجوزين 5 سنين وربنا كرمنا ببنت، وهي طبعا ايه بتريح علشان الشغل بتاعها وعايزه تعمل كارير لنفسها وكده. وانا موافقه مفيش مشكله، احنا لسه صغيرين والعمر قدامنا طويل، وانا متعلقه ببنتي قوي. فحصل مشاكل في شغلي. انا الحمد لله ميسور الحال، يعني كنت معيشه عيشه محدش معيشها لها، وفلوسها ليها هي تجيب اي حاجه لنفسها، تديها لاصحابها، تديها لاهلها، مش بتاعتي ولا بسالها اصلا بتودي فلوسك فين. وكنا فعلا هي مش مقصره، بتيجي الساعه 1 وبتشوف بيتها وكده مفيش مشكله. فجاه حصل مشكله بيني وبين الرئيس بتاعي وراح طاردني من الشركه. فانا جاي حزين وكده، فبتقولي مالك في ايه؟ قال لها انا اتطردت. يعني ايه؟ قال لها اتطردت يعني خلاص مبقاش عندي شغل. فالمهم قعدت شهرين في البيت وهي اللي بتصرف عشان هي مصاريفها كتير. فما كنتش محوش فلوس ولا كنت حاجه، اصلا بالنسبه ان انا الدنيا جميله ومفيش مشكله. بالعكس انا كل مدى ايه بتقدم وفلوسي ومرتبي بيكتر وكده، فقلت الدنيا تحلو. لقيتها وانا كل يوم بنزل ادور، مش قاعد ساكت يعني ومتضايق وزعلان وطبعا كل راجل اللي هيسمع هيفهمني ان اي راجل يبقى قاعد في البيت ومعهوش فلوس يصرف دي بتبقى جامده قوي، ومراته هي بتشيل كل حاجه. بيقول لي فعلا ما اعترضتش وما اتكلمتش. بس في يوم راجع من الشغل لقيتها قاعده ماسكه الموبايل، فبقول لها كنت جاي متعصب بقى ومتضايق ان انا رحت عرضت شغل على ناس كتير وقالوا لي ايه لا وكده، فكنت متعشي وبعد كده ايه خليوا بيا. فبقول لها هو مفيش طفح نطفحه؟ هو مفيش اكل اطفحه؟ راحت بيقول ما بصتليش، راحت قايله لي هو انا هشتغل وهنضف وهصرف عليك كمان؟ لا هصرف على البيت. راحت راجعه في كلامها. فبيقول انا سكت وتملكت اعصابي، وهي راحت بصلي كده، راحت مغيره كلامها. انا راحت عايده الكلام تاني، انا مش هشتغل انا مش هشتغل واشتغل في البيت، هو انا مكنه؟ بيقول بالرغم اللي فيه خزين في البيت يكفينا. انا ما كنتش بقصر، ما كنتش بجيب كيس ولا انا كنت بجيب بالباكيتات وكده. فالحمد لله الخزين موجود، يعني مش هتشتري حاجه من بره، لكن اللي بتصرفه مثلا المصاريف العاديه لازم مصاريف البنت، مصاريفنا كده، لكن كاكل لا. انا كنت مخلي البيت حتى لو هتشتري حاجات بسيطه برضه مش هتصرف مرتبها كله. فبيقول انا بصيت كده تملكت اعصابي وقمت قاعده مستنيه رد فعل ايه. هي حست ان هي رمت الكلمه، الكلام تقيل وما علقتش ولا قامت مثلا عملت لي حاجه ولا اي حاجه ولا اكل ولا اي حاجه. رحت داخل اوضه النوم، لميت شنطه هدومي ورحت طالع. قلت له انت رايح فين؟ قال لها بقول لك ايه، اتصلي بحد من اخواتك يجي يقعد معاكي وانا اسيب بيت وامشي. طب استنى، طب معلش علاء ما فيش. بيقول الكلمه دبحتني. بيقول رحت لصاحبي مهندس، قلت له بقول لك ايه، انا مش عايزه انزل مهندس، نزلني عامل تحت ايد مهندس، ما انا راضي مساعد مهندس، انا راضي يوميه وكل اسبوع 1100 جنيه، انا راضي لحد ما الدنيا تظبط. بيقول فعلا راح شاف لي في شركه وكلمت الريس والمهم يعني قدر شغلي وشاف شغلي وراح مشغلني باوفر احسن من اللي انا كنت فيه وفي مكان احسن من الاول. ربنا كرمني. طبعا في الفتره دي قعدت شهرين. في الفتره دي انا كنت ببات مع صاحبي في العاصمه الجديده في الشقه بتاعته من غير مراته يعمل كده، وهي بتتكلمني كتير عشان عارفه ان هي غلطانه، وانا الكلمه كل ما اقعد مع نفسي كده الاقي الكلمه بترن في وداني ان انا بصرف عليك. وفي نفس الوقت انا مش عايزه ارجع لها، وفي نفس بقول هي او بنتي وحشاني جدا، انا متعلقه بيها قوي، وبنتي انا متاكد ان هي بتحرمني منها. انا هديها حقوق وهديها كل حاجه، بس انا متاكد ان هي بتحرمني منها ومش عارف اعمل ايه. بقول ارجع واقعدها مثلا في الشغل برضو، ده مش عقل وانا مرضهاش.
هي كويسه في شغلها و... وبتعلى، مش قصدي ماديا، لا قصدي يعني بتعمل كارير لنفسها. ومش بعد ده كله انا اجي ابوظ لها الدنيا برضه، حرام، انا مرضهاش. وفي نفس الوقت انا مش قادر اسامحها على الكلمتين، كل ما اقعد بشيل منها بالزياده وقافل منها خالص، فانا مش عارفه اعمل ايه. بص معلش، معلش ارجع لها عشان خاطر بنتك، وهي ممكن يعني هي، بص هي عموما الست هي ايه، حاسه بنفسها شويه، يعني هي لا بتصرف وهي فهي يعني ايه بقى، انت هي غلطانه من جميع النواحي، المفروض تستحملك في حلوك وفي وحشك. معلش هي ممكن يعني انت بتقول هي ندمت وزعت ان هي الكلمه قالتها، واحنا مش ملايكه. فبس انت غلطت في حاجه بقى، انما انت ميسور الحال وربنا مديك، كنت عملت حساب اليوم لاي حاجه، اديها اللي يكفيها، واللي يكفيها بما يرضي الله، مش فانتازيه يعني بهوها لها برضه، لكن لازم تعمل قرش لنفسك لاي موقف. قعدت شهر، قعدت 2، حصل حاجه، يبقى انت تكفي نفسك، ما ترجعلهاش تاني. واديك ده موقف المفروض اعلمك ان انت بتقول كنت كويس ومعيشه من اول خبطه راحت. هي ممكن غبيه، يعني هي ممكن ما تقصدش، كويسه بس ما تقصدش، بس انت المفروض الموقف ده علمك تعمل حسابك الايام الجايه، وربنا ما يجيبلكش حاجه وحشه، بس انت برضو غلطان. انت دلوقتي هترجع لها ومعلش سامحها، يعني ما اكيد مش وحشه يعني خالص قوي كده، هي الكلمه توجع ماشي عشان انت بس عندك كرامه وراجل بجد. في ناس تانية بتبقى قاعده في البيت متنفخه ومراتها اللي بتصرف والدنيا حلوه وجميله، وبتسمعها اكتر من كده وعادي، بس عشان انت بس راجل بجد فالكلمه وجعتك، فمعلش سامحها وارجع عشان خاطر بنتك وبيتك. وانت اعمل حساب لاي ظرف، اديها اللي يكفيها وشيل بيها، وما تعرفهاش مرتبك قد ايه ده منها، وهي ايه بتفرتك الدنيا كده، ما انت يا تحوش هي تحوش، ولا انت ولا هي، وكده ما ينفعش. وهي الله يهديها، واكيد اتعلمت من الموقف ده. انت بتقول بقالك شهرين هي بتكلمك كتير وانت برضو قافل، وشهرين كتير تبعد عن بيت وعن بنتك، وانت بتقول بتحب بنتك قوي متعلق بيها، فما تخربش الدنيا في غلطه واحده تندم عليها عمرك كله. فانتوا قلنا رايكم في الكومنتات ايه، وربنا يهدي الجميع ويصلح الحال. ولايكات بالله عليكم، يعني حتى لو ما عجبكوش لايك مش هتخسروا حاجه، يا ريت شويه قوي بجد والله. فيلا سلام عليكم، وفيديو جديد.